اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله تعلم الفرنسيه للمبتدئين. طبعا عشان نبدا اي جمله اللي هي لافخاز اون فرونسي في اللغه الفرنسيه بتتكون من 3 حاجات زي اي لغه، اللي هو السوجي يعني الفاعل، لو فيرب اللي هو الفعل، ولو كومبليمون اللي هو المفعول. بنبدا باول حاجه خالص معانا هو السوجي. السوجي هنا بتكون من حاجتين، يا اما نوم يا اما بخينوم. النوم هنا يا اما اسم شخص عادي زي علي او احمد او نهى او اي اسم شخص عادي عاقل يعني، او اسم كلمه صديق او اسم اللي هو العام اللي هو ان امي. طيب عندي كلمه اي بلد او اسم اي بلد يعني اللي هي ايجيبت، يبقى ده النوم عادي. طيب عندي اول حاجه اللي هو جو يعني انا، جو. طب انت تو. هو ils sont اس من غير اس يعني، هي يعني elles sont اس. نحن نو. انتم vous. طيب هم الجمع elles avec s، هن للجمع elles avec s. عندي 4 ضمائر عليهم معظم الشغل بتاع الخنام. طيب عندي ضمير إلا سون اس تحل محل اسم مفرد مذكر، يعني مثلا في الجملة لو في جمال أو علي ممكن نشيل جمال أو علي ونحط مكانه الضمير مفرد مذكر اللي هو إلا. طب لو عندي كلمة ان أمي اللي هو الصديق بمفرد مذكر هنشيله ونحط إلا. طب ال سون اس اللي هي المؤنثة بتحل محل اسم مفرد مؤنث، يعني مثلا عندي كلمة نورة أو مها هنشيل نورة أو مها من الجملة ونحط مكانها ال. طيب لو أنا عايزة أقول إن أمي صديقة أو إن كامراد صديقة برضو هنشيلها من الجملة ونحط مكانها ال. زي بالظبط هنا ال افيك اس اللي هي بتحل محل اسم الجمع مذكر. نركز هنا شوية. هنا مثلا لو عندي علي وإي جمال، علي وجمال 2 يبقى جمع هنشيلهم ونحط إلا. طب لو عندي دي زامي أو دي أمي اللي هو الجمع مذكر هنشيلها ونحط إلا. طب لو عندي مثلا مجموعة بنات وسطهم ولد واحد بس هيبقى جمع مذكر. لو بنتين وسطهم ولد يبقى جمع مذكر. لو بنت وولد يبقى جمع مذكر. يبقى ال افيك اس بتحل محل اسم جمع مذكر. طيب ال افيك اس اللي هي جمع مؤنث بتحل محل اسم جمع مؤنث. لو انا قلت مثلا نورة اي مها يبقى 2 بنتين يبقى جمع مؤنث، برافو. يبقى نحط ايه ال. تمام. لو انا قلت مثلا دي امي او دي زامي اللي هي الصديقات او دي في البنات هيبقى ال افيك اس. هنعمل تدريب صغير وحلوا معايا دلوقتي في الفيديو، وقفوا الفيديو واكتبوا لي الاجابات في الكومنتات. تدريب سريع. عندي اسم الاولاني جمال هنا هنختار ايه من الاربعه دول؟ اكتبوا تحت في الكومنتات وبعدين هكتب الاجابه على طول. يبقى جمال اسم مفرد مذكر، يبقى ايه الضمير اللي بيحل محل اسم مفرد مذكر؟ هيبقى ال سون اس اللي هو ده. طيب عندي نورة اي مها، نورة ومها بنتين يبقى اسم تحل محل اسم الجمع مؤنث يبقى ال افيك اس. طيب ان في بنت مفرد ومؤنثة يبقى ناخد ال سون اس اللي هي دي. طيب 4 اللي هي علي اي احمد، علي واحمد ولدين يبقى جمع مذكر، برافو. يبقى ال افيك اس. علي اي سلمى ولد وبنت، احنا قلنا ان في لو معايا ولد او بنت ولد وبنتين يبقى جمع مذكر يبقى ناخد ال افيك اس. متهيألي كده وضحت صح؟ تعال نكمل. عندي ضميرين اللي هو النو والفو هنشوفهم مع بعض لان لهم ايه تركية صغيره. طيب عندي هنا لما اجي اقول نوم بلس موا يعني اسم زائد موا. طب ايه هي اصلا كلمه موا؟ كلمه موا هنا ضمير توكيدي بمعنى انا، ضمير توكيدي الفاعل جو اللي هو انا، بقت موا. يبقى نوم زائد موا هتدينا ايه؟ نو. ليه؟ لما اقول علي اي موا علي وانا يعني نحن يبقى نو.
اكزامبل علي اي موا هتدينا نو. طيب عندي نوم بلس توا هتدينا فو. توا ايه هي توا؟ هقول هي ضمير توكيدي بمعنى انت، بتأكد الضمير تو. يبقى نوم بلس توا هتدينا فو. اكزامبل علي اي توا، علي وانت، يبقى انتوا الاتنين، يبقى انتم فو. عندي برضو الضمير فو اللي هو انتم، بنستخدمه للاحترام لمدرس كبير او مدام اللي هي مدرسه، يعني بنحترمهم بنقول لهم ايه فو، ما بنقول لهمش تو اللي هو انت، لا بنقول لهم فو للاحترام. انا كده اكون خلصت درس النهارده، يا رب يكون سهل وبسيط وفهمته. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه او فولو للفيسبوك، وما تنساش تحط كومنت حلو تحت وتشجعوني. سلام.